سؤال بسيط. انت تقدر تدوق اللحم البشري؟ مش بقولك تاكله، تدوقه بس. وقبل ما تغلط، انت مش شايف ان الموضوع بيتكرر في الافلام ولا كأنه منتج بيتسوق له؟ ده غير ان في افلام كانت بتظهره ان حاجة مغرية وان البطل مش بطل غير لما بياكله. وقبل ما تحس ان الفيديو رعب وتخرج منه، هحكي لك قصة حزينة قصيرة بسيطة. في سنة 1972 طائرة من الأرجنتين سقطت في جبال الإنديز، فبعد الكلام الذي منه بقوا محاصرين والأكل اللي لموه خلص، اتكلمت غريزة البقاء واللي خلتهم ياكلوا جثث الموتى اللي معاهم عشان يقدروا يعيشوا. فده أقرب حادثة ممكن تعرفك التحولات النفسية. أما قصة عبرة صحيح. ده طبعا غير الشدة المستنصرية اللي حصلت في مصر. ولا انت ما سمعتش الدحيح ولا ايه؟ بحبك اكتر من بيبسي، اكلك زي الشيبسي، كندر ولا جالاكسي، قد شوكولاته كابري، هدي بوسه كده من خدك، بفرح قوي وانا جنبك. خلينا ناخد نفس كده ونسأل السؤال اللي ما كانش المفروض يتسأل. هو اللحم البشري مختلف قد ايه عن اللحوم اللي بناكلها كل يوم؟ يعني اللي يكون طعمه حلو ولا حاجة؟ لا حضرتك اصل انا باكل دبان ما باكلش صراصير. فمبدئيا كده هو نسبة البروتين فيه بتعادل بروتين اللحم البقري والضاني، بس الكولاجين اللي بيخلي اللحمة تبقى طرية ولا لا قليل مقارنة بالضاني. أما تركيبة الأحماض الأمينية ونسبة الحديد والفيتامينات في البشر فهي مقربة للحوم الحمراء بشكل كبير. طب ننجز بقى، طعمه عامل ايه؟ هو الطعم بشهادة الناجين من جبال الإنديز، فاكرهم؟ وقالوا إنه مقارب للحم العجول، بس ماسخ سيك. هم قالوا سيك، لكن ما ينفعش ناكله، لأن جسم الإنسان بيحمل أمراض ممكن تتنقل لشخص تاني ياكل لحمة الأولاني بسهولة. أخطرها مرض اسمه كورو، وده مرض عصبي قاتل شبه مرض جنون البقر عشان تعرفه. كان بينتشر بين قبائل بابوا في غينيا الجديدة بسبب إنهم كانوا بياكلوا لحم موتاهم كطقس ديني. يلا يا ولاد راسة الموت ودعوا صاحبكم. وليه ادام هو منيل كده الافلام اللي المفروض نتعلم منها بتحط حاجات شبه دي؟ وده ببساطه عشان الفكره مرعبه ومليانه صدمه، ودي اكتر حاجه بتشد الجمهور. اللي زمانك بتسال نفسك هو ليه اصلا بنتفرج على حاجه زي دي ومش بنقرا؟ فدي نتيجه متعه خفيه في النفس البشريه، وان المعظم يحب يشوف الرعب بس بعيد عنه، حاجه كده بتغري الغريزه البدائيه اللي جواك. ده غير ان السينما ساعات ما بتعكسلكش الشر عشان تخاف منه، لكن عشان تسألك سؤال أبسط وأخطر: أنت فين من كل ده؟ هل كنت هتاكل ولا هتتاكل؟ جاوب في الكومنتات. وده بيظهر في فيلم ألايف اللي مبني على حادثة طيارة الإنديز 1972. ومش معنى إن في أفلام زي دي يبقى اللي عملوها مضطربين نفسيا، لأن اللي بيحصل مش دايما هبل، أحيانا كتيرة مبنية على حوادث حقيقية مرعبة. لأن في نوع من الأمراض النفسية اسمها السادية، ودي بتوصل المريض لدرجة من درجات التحكم في الضحية بالشكل اللي يصوره إنه ممكن ياكله أو ياكلها على حسب ما أنت تحب بقى. ده غير إن ده حصل فعلا في ألمانيا سنة 2001، وهو إن في مواطن ألماني مجنون اسمه أرمين مايكس قتل وأكل مواطن ألماني تاني اسمه بروس دورسون، بعد ما اتفقوا على النت ان ارمن يقتله وياكله. لكن المحكمه حكمت عليه بالمؤبد لانها شافت حتى ان لو بروس المتاكل ده كان موافق فده فعل شاذ وغير مقبول اخلاقيا ولا قانونيا. قطع اخصام وسيح الزبده احطه في الطاسه اشوح الكبده انا ارفع الكوز واشبط السن. لكن الفكره في السينما ممكن يبقى لها معاني تانية. يعني في الفيلم في كنايات عن تفاوت الطبقات الاجتماعيه اللي بتخلي الضعيف والفقير يتاكل معنويا. وده جاي في ملخص الأحداث لفيلم ديليشس 2025 لما الزوج كان سايق وهو سكران وخبط البنت، وبعدين رفضت مراته إنها توديها المستشفى عشان خايفة من المساءلة، وعوضوها بمبلغ مالي الزوج نفسه كان شايف إنه قليل أصلا. وده غير إنه استعارة للعلاقات السامة، العلاقات السامة اللي شبه الطبخ البطيء، تبدأ بكلمة حلوة، ضحكة، قرب. وده ظهر بوضوح في الفيلم بين تدورة وكل أفراد العيلة، وبعدها تلاقي نفسك بتتهضى معاك. حتى في آخر الفيلم تدورة خدت الطفلة الصغيرة معاها بعد ما خلصت على الأسرة في كذا تفسير بقى. أولاً إشارة للجيل الجديد وإن الأفكار ممكن تتناقش في عقول الأطفال عادي حتى لو من أعدائهم. ولا أنتوا ما تعرفوش أجندة نتفليكس ولا إيه؟ أو انعكاس للبراءة اللي ضاعت بسبب إن الأسرة ما قدرتش تحمي نفسها من واحدة بس دخلت حياتهم دمرتها. فده أكل برضه بس معنوي.
دمروا عيلة لحسابهم، وفي النهاية انت عليك بقى الاشتراك واللايك والكومنتات واللازم منه يعني، وبس كده.